رأفة كبيرة مع السنغال وتشديد لافت على المغرب، ليس توصيفا انفعاليا بل الخلاصة المباشرة لقرارات الكاف بعد نهائي الكان. بعد مباراة مشحونة كان المنتظر هو تطبيق القانون، لكن ما صدر في النهاية كشف ميزانا مختلا للعقوبات. في الجانب السنغالي مدرب المنتخب يوقف 5 مباريات مع غرامة قدرها 100,000 دولار، إيقاف إسماعيل سار وإيميليان دياي لمباراتين فقط، وأكثر من 600,000 دولار غرامات على الاتحاد السنغالي بسبب سلوك الجماهير واللاعبين والجهاز الفني، ثم يغلق الملف. في الجهة المقابلة إيقاف أشرف حكيمي لمباراتين، 3 مباريات لإسماعيل سيباري مع غرامة قدرها 100,000 دولار، وغرامة مالية على الجامعة الملكية بلغت 315,000 دولار بسبب سلوك جماعي الكرة. غير أن الأخطر لا يتعلق بالأرقام بل بتجاهل نصوص قانونية صريحة. المادتان 82 و84 من لوائح الكاف تنصان بوضوح على أن مغادرة أرضية الملعب تعني الخسارة والإقصاء، ومع ذلك لم يطبق القانون. ثم يعود الخطاب ذاته إلى الواجهة. المغرب يسيطر على الكاف، الأقجع يتحكم في مدسه. اليوم مع نشر القرارات كاملة، ما الذي تبقى من هذه الرواية؟ الواقع واضح، لا نفوذ ولا سيطرة. السنغال غادرت الملعب وفازت بالكأس وخرجت بأخف العقوبات، والطرف الآخر المغرب عقوبة ثقيلة وصورة مشوهة.